أكلتنا لليوم مصل، يعني المحار، مع البصل والثوم. تعالوا نشوف كيف حضرناهم سوا. أكلة إذا جربتوها، إذا من محبي السي فود، ما بتنسوها بحياتكم. كتير كتير طيبة. تعالوا نشوف كيف حضرناها سوا وشو المكونات اللي استخدمناها. هدول هن المصل، بغسلهم كتير منيح كرمال إذا فيهم أي رمل أو أي شي، وبقطع راس بندورة، ثوم وبصل. وهون حطيت الزيت على النار وحطيت له شوية بهارات السمك بس لحتى شوي تطلع ريحة البهارات. بعدين بنزل البصلة. هلأ بنزل البصلة، نحرك، خلي النار قوية. نستنى بس لتدبل البصلة، بنزل الثوم. وهلأ بنزل الثوم، يا سلام على الرواية، شي بشهي. اصلا اي اكله ما بيطيبها غير البصل والثوم بصراحه، خاصه السمك كتير بيلبق له. انا ما في بالعاده حط لها كزبره، بس اليوم جا بالي جرب حط لها كزبره خضراء هيك شوي، لانه دايما الكزبره بتلبق لطعمه السي فود، فهيك جا بالي جربها وقلت بجربها معكم. وطبعا رح خبركم بالنتيجه بكل صدق لما تخلص الاكله. حسيت انه بدها شويه زيت لسه. يا سلام على الريحة، ما بتتخيلوا شي بشهي. وهلأ بضيف البندورة، ومنحرك. وهلأ بعد ما غسلت المصل كتير منيح، بضيفهم فوق الخلطة يلي عملناها، وكل شوي بحرك لحتى اضمن انه توصل الطعمة لكل المصل. وطبعا ما بننسى الملح. وهلا بنحركهم كتير منيح. وهيك بعد ما قلبتهم منيح وخليت الصوص يوصل لكله، هلأ بغطيهم وبتركهم على النار بس يغلوا لمدة 10 دقايق بالضبط، وبعدين بشيلهم. كل شوي بقلبهم كرمال انه توصل الطعمات كلها تتداخل مع بعضها، وبرجع بغطيهم وبعير لهم مثل ما قلت لكم 10 دقايق. باقي 4 دقايق. هلا بنرجع بنحركهم. شايفين ما احلاهم كيف كلهم تقريبا فتحوا. هلا المصل بالذات اذا ما فتحت على الحرارة، يعني اذا ما طلعت هيك وفتحت على الحرارة، ما بناكلها ابدا، بنكبها لانه بتكون ميتة بالاصل. عرفتوا كيف؟ فما بيصير ناكلها. اذا ما فتحت ما بنفتحها نحن وبناكلها. وهلا برجع بغطيهم لحتى تكتمل 10 دقايق، مو اكتر من 10 دقايق، لانه بيصيروا بعدين تشوي، يعني بيصيروا يعلكوا، ما عاد بيكونوا طيبين ابدا. ولبين ما يستووا بجيب زبدة بالثوم، تحت حصرا بالثوم والاعشاب. هو بالعادة بنحط لها شوية بقدونس ناشف، بدوبها على النار كرمال انه نغط فيها المصل وناكلهم. هلا بحطها على النار
بالصراحة بتعطيها طعم كتير طيبة. وهلا صار الوقت، شوفوا لي هالمنظر، لو فيني خليكم تشموا ريحتهم، شي بشهي القلب. هلا بنطفي النار تحتهم ومنقدمهم سوا. شايفين الزبدة تقريبا ذابت، بدنا ندوبها كلها، وهيك الزبدة صارت جاهزة وأكلتنا صارت جاهزة. بكل بساطة نكمش المحار هيك، منغطى بالسمنة. ما بتتخيلوا الطعمة رائعة جدا. يلي بيحب السي فود يجربها بهالطريقة. وعلى فكرة طعمة الكزبرة عطتها نكهة كتير طيبة، هي أول مرة أنا بجربها بالكزبرة. جربوها وإن شاء الله ألف صحة وهنا على قلوبكم. وهلأ أنا آسفة بدي كمل أكل. وعلى فوقها إذا بتريدوا فضلا وليس أمرا لا تنسوني من اللايك والشير والسبسكرايب، واستنوني دايما بوصفات جديدة.